الجمهور لا للتراجع ولا للخسارة في هذا المساء. هذه هي الكرة الماضية، وبالتالي ضربة جزاء لصالح فريق الشباب. ولكن هل هي صحيحة؟ لا نريد أن نتحدث عن الأمور التحكيمية. اللاعب اللي سقط على أرضية الملعب فيلانويفا، شوف محاولة المرور والتغطية من اللاعب قاسم عبد الرحمن، واعتقد بأن كان فيها لمس، وبالتالي الكرة إلى ضربة جزاء. بيدراو، هل يشعل المدرج الشبابي؟ بيدراو هل يرسم الفرحة مرة أخرى؟ بيدراو يا سلام، الجوارح، الشباب ما زال يتنفس في هذا المساء. هدف التعادل للجوارح عن طريق بيدراو، وبالتالي بيدراو يصل إلى الهدف السابع في بطولة دوري المحترفين، ويقترب من مصطفى كريم، ويقترب من بايانو وساند. بيدراو الرجل الواضح أمامك، بيدراو يعيد المباراة إلى نقطة البداية في لعبة المانيبولي، اللعبة اللي على الورق لعبة